السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في سلسلة شهوة روعة مع فتيحة. نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. اليوم رجعت لكم بطبق مميز مغربي للمناسبات والأعراس، اللحم بالبرقوق والمشماش بأسهل الطريقة. أكيد غتعجبكم بعد ما قدمت لكم اللحم بالبرقوق بالطريقة الأصلية بدون بصل. اليوم جبت لكم هذه الطريقة تحت طلب الأخوات، أكيد غتعجبكم. ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم فائدة. والآن غادي نبداو في طريقة التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لهاد الطبق هذا غادي نحتاجو اللحم. عندي تقريبا واحد الكيلو 800 غرام ديال اللحم البقري. يمكن لكم تستعملوا حتى بالغنم. طروفه من الاحسن يكونوا كبار على هذا الشكل، ما يكونوش طروفه صغار باش كيجيكم حتى في الحطه كيجيو باينين وكيجيو زوينين. غادي نبداو ان شاء الله دابا في التوابل. غادي نحتاج الملح حسب الذوق. هاد الشرموله هذه اللي غنديروا اللحم يمكن لكم ديروها بليله قبل، 2 سوايع قبل ولا ساعه، يعني على حسب الوقت اللي عندكم. غادي ندير سكينجبير او الزنجبيل بودره نص معلقه صغيره. غادي نعمل واحد اقل من نص معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. كنحاول انني هاد الطبق هذا ما غنكثرش فيه العطريه بزاف باش كيجي كل حاجه كتبقى في اللحم، كيبقى في كيعطي واحد المذاق زوين، حتى حاجه ما كتغطي على المذاق ديال الاخرى. غنحتاج واحد الفص كبير ديال الثوم محكوك، عويده القرفه. بالنسبه للحم انا ما غاديش نستعمل مروزيه اللحم. غادي نستعمل بعض العناصر اللي كتكون في المروزيه، منها القرفه، منها المسكه الحره نتوما غتشوفيني غنستعملها، والزعفران. عندي هنا نص كاس ديال الماء اللي عملت معاه قليل من الزعفران او الزعفران شعره. غادي نستعمل واحد نص معلقه ديال الخرقوم او الكركم. ما كنستعملش ملون غذائي. بعض الطباخات اللي محترفات كينزلوا على اللحم باش منه كيتصفيراش منه كيا مكعبات. غادي نستعمل المسكه الحره. اللحم هاد اللحم بالبرقوق راه ما كيبغيش تصفيره بزاف، يعني خاص الشمرقه ديالو تجي صفراء ولا اللحم صفر. يعني اللحم ديالو خاص يكون مجمر، كيجي عنده واحد اللون مجمر ومحمر. وإلا عملنا فيه تصفيره بزاف ما كيجيش يعطي داك اللون الزوين. يعني بعض الاسرار اللي كنعطيها للاخوات المبتدئات وحتى المحترفات، ربما كل واحد وطريقته، ربما غتستافدوا من هاد النصائح واخا غير شويه. غادي نستعمل واحد الحكه ديال جوز الطيب او الكوزه، كنعرفوا انها كتكون داخله في المروزيه. غادي نستعمل واحد المعلقه ديال العسل او السكر. ضروري هاد العسل باش انه طبق مالح حلو، باش تكون عندنا واحد التوازن ما بين المالح والحلو، وفي نفس الوقت كيساعد اللحم لاكتساب اللون الجميل ديال هاد الطبق هذا. من بعد هادشي كامل غادي نشرملوه وغنخليه كيف ما قلت لكم، يا اما ليله كامله يا اما ساعتين او ساعه. من بعد ما غيتشرمل اللحم غادي نغليه، غادي نشعل عليه النار وغادي نخليه كيشرب هاد العطريه هذه ديالو. ما غادي نضيف عليه حتى شي حاجه في الاول. هذا هو المبدأ ديالو. الطريقه ديالي دائما خاص الماء يشرب بعدا هاد العطريه من خلال الماء، ومن بعد عاد باش يمكننا نضيفوا العناصر الاخرى اللي غادي تشوفوا معايا. من بعد ما غادي نوضعوه فوق النار كيف ما غتشوفوا، غادي نبقاو نحركو مره غادي نقلبوا هاد الطروفه هادو حتى غيتشربوا لنا العطريه مزيان. نستعملوا شي شوكه، ومن بعد في الاخير هادو هما العطريه اللي عملت. اللي بغى يدير المروزيه يديرها. وفي الاخير مني غادي يقرب يطيب لنا اللحم غادي نضيف ليه قليل من القرفه بودره اللي بغى يضيفها، وقليل من العسل. وكنذوقوا بطبيعه الحال الملح، الا خاص شي حاجه كنضيفوها. غادي نخليه يتشحر. من بعد غادي نضيف العناصر المواليه. غادي نضيف ملي كيتشرب داك الماء مزيان غادي نضيف دابا واحد 4 معالق ديال السمن ما حارش ومعلقه ديال الزبده. غادي نضيف البصل، 2 بصلات متوسطين مشلضين. ما نحاولوا ما نكثروش فيه البصل بزاف، ماشي بحال الدجاج اللي كنكثروا فيه التغميره. كنشلضوها مرقه ونخليهم بالدور ديالهم حتى يطلقوا حتى هما الماء ديالهم باش اللحم كيتشرب داك الماء ديال البصل. كنقلبوا مره حتى غتبنى هاد البصله تماما. ومن بعد عاد باش غادي نضيف الزيت والماء، غادي نرويو ونخليوه يطيب على عافيه مهيله.
حاولوا اننا ما نجهدوش العافيه على اللحم باش كيجينا داك اللحم طيب، كيجي فتي وكيحافظ على الحجم ديالو، كيتكمش. غادي نضيف زيت الزيتون او زيت نباتي. الا كان عندكم زيت الزيتون قوي خلطوا بزيت نباتي او عملوا زيت نباتي. هاد زيت الزيتون عندي ما مجهدش. غادي نضيف الماء دافي في الجوانب، نضيفوا القياس الكافي، ما نكثروش القياس اللي غادي يطيبنا فيه اللحم فقط. وغادي نقفلوا عليه، ملي غادي يغلى غادي نقصوا نخليه يطيب على خاطرو باش كيف ما قلت لكم كيحافظ على الحجم ديالو، كيجي طيب لنا زوين. يعني الا جهدتوا العافيه على اللحم فانه كيتكمش، يعني كيتفاجئ بديك الحراره فكيتكمش وكيتقلص، كيولي الحجم ديالو صغير. يعني بعض المرات الاخوات تيقول كثرت اللحم ومني عملته تكمش، يعني ما تجهدوش عليه العافيه. يعني اسرار اللي هي بسيطه، نتمنى انها تفيدكم ولو بشي حاجه. غادي نستعمل كذلك البرقوق. غادي ناخذ البرقوق 300 غرام ولا رابعه، غنضيف ليها الماء، رشه ديال الملح ضروري، اي حاجه حلوه ولا مالحه كنضيفوا رشه ديال الملح. وغادي نعملو فوق النار كيغلى. من بعد ما كيغلى كيدخلوا الطياب، البرقوق دغيا كيطيب. غادي ننزل عليه التوابل اللي غنضيف ليه. غنضيفوا السكر. كاين اللي كيعمل كلشي مره واحده، لكن انا كنفضل هكذا باش داك السكر والتعسيله كتدخل لي مزيان، يعني تيكون رطاب داك البرقوق، مما كتكون عنده واحد القابليه باش كيتشرب من التوابل اللي كنضيفوا من بعد. غادي نضيف حبات ديال المسكه الحره بلا ما كندقوهم. غنضيف واحد القبصه ديال الزعفران الحر اللي توفر عندكم، ما توفرش بلاش. هاد المسكه الحره راه كتعطي واحد المذاق رائع للاطباق المغربيه. غادي نضيف واحد المعلقه ديال القرفه مطحونه. غادي نضيف الزبده، واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي نوضع كلشي فوق النار حتى كيتعسل وكيتشرب. وفي الاخير كنزيد ليه واحد شويه ديال السمن باش كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين. واحد راس معلقه ديال الزنجبيل او سكينجبير كيتواتى معاه. كنعرفوا ديك اللذعه اللي كتكون في سكينجبير مع هاد الحلاوه هذا اللي عملنا القرفه والمسكه الحره، غيعطينا واحد الخليط اللي هو رائع. غادي نخليوه حتى كيتعسل مزيان. طبيعه الحال هادشي راه كنعملوه يعني غير كنردوا البرقوق كنردوا المشماش، غير انا مع المونتاج بينت لكم مرحله بمرحله. غادي ناخذوا الكميه ديال المشماش اللي عصرت فيها واحد 2 برتقالات، وضفت لهم تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء. غنضيف ليها واحد الرشه ديال الملح، وغادي نعملهم فوق النار حتى غادي يرطب واحد شويه. المشماش دغيا كيطيب حتى هو. ومن بعد غادي نضيف ليه العناصر المواليه. غنضيف ليه السكر حسب الذوق، غادي نضيف بيض حبات ديال المسكه الحره. هنا ما غاديش نضيف القرفه ما غاديش نعملها هنا في المشماش. وغادي نضيف واحد القبصه ديال الزعفران، واحد المعلقه ديال الزبده صغيره، وقبصه ديال الزعفران اللي غتعطيه واحد اللون رائع. غادي نحركو، غادي نوضعو فوق النار حتى غادي يطيب وغيتعسل. غادي يولي على هذا الشكل، نخليوه حتى كيتشرب ديك التعسيله مزيان. وفي الاخير نزيدو ليه واحد القليل ديال ماء الزهر او سكر الزهر. اللحم ديالنا هو هذا، من بعد كيدخلوا الطياب نضيف ليه واحد القليل ديال القرفه وقليل من العسل وكنذوقو ونخليه حتى غادي يتشرب مزيان. يعني غنخليه يتشرب اكثر حتى كيتعلق على هذا الشكل، كيطيب لنا داك اللحم. شفتوا كيف كيولي؟ وغادي نقدموه. تشوفوا معايا الطبق النهائي. الطبق النهائي هو هذا. كنوضعوا اللحم وكنوضعوا فوقو البرقوق مع المشماش معسل، قليل من اللوز، قليل من الزنجلان او السمسم المحمص. وهذا الطبق ديالنا بالصحه والراحه. كيجي معلك. شفتوا كيف كيجي اللحم؟ من الاحسن خذوا اللحم ديال الكتف الا بغيتوا تصيبوا اللحم بالبرقوق. كيجي رائع بزاف. اكيد هاد الطبق تعجبكم، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاخوات وتوصلوا لاكبر عدد من اللايكات باش نزيدكم وصفات اخرى. وكنشكركم بزاف بصحتكم وراحتكم. بسلام عليكم.